السنغال تقدم للمغرب هدية على طبق من ذهب وتصطدم بأمر الواقع، والكاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعقد اجتماعا طارئا باش يكشف جميع الكواليس قبل ما تولي الفضيحة والشوهة عالمية. وكيف العادة باش تعرفوا هاد التفاصيل كاملة كملوا معايا هذا الفيديو حتى للأخير. داكشي اللي وقع في السنغال ما كانش متوقع ابدا، واكيد هذه فرصه ذهبيه للمغرب باش يحقق داكشي اللي كان باغيه من شحال هادي. الكاس دابا قانونيا رجع للمغرب، ولكن مازال واحد الهدف مهم بزاف. من بعد الندوه الصحفيه اللي قامت بها السنغال مباشره الكاف غتعلن على عقد اجتماع عاجل. هذا الاجتماع غتكشف فيه الكاف كواليس خطيره، الكواليس ديال النهائي والكواليس اللي كانت كتوقع في الكاف قبل ما تسرب الفضيحه من خلال وثائق نتفليكس ويشوفها العالم كامل. بطبيعه الحال الندوه الصحفيه اللي قام بها الاتحاد السنغالي البارح الخميس ما غاداش دوز مرور الكرام. الاتحاد السنغالي ما بقاتش عنده الوسائل باش يواجه، واصطدم بامر الواقع وما بقات في يده حتى حاجه. والاطراف اللي كانوا كيدفعوه باش يقدم الطعن ديالو في الطاس خرجوا مؤخرا وصدموه، وخصوصا المحامين اللي تعاقد معاهم الاتحاد السنغالي لكره القدم، وقالوا ليه ان الادله والحجج ديالو ضعيفه. وقال الاتحاد السنغالي الى المحكمه الرياضيه الدوليه ما اكدتش احقيه المنتخب السنغالي في كاس افريقيا 2025. فالاتحاد السنغالي قال انه غادي يلتجأ للقضاء السويسري، وعلى غرار هذه الندوه الصحفيه غادي يدخل نادي المحامين بالمغرب على الخط وكشف امور واشياء خطيره جدا احنا غادي نهضروا عليها. والسنغال اعلنت انها نهار السبت باغا تحدى الكاف والفيفا والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وتحتفل بلقب كاس افريقيا في فرنسا في المباراه الوديه اللي عندها مع الاكوادور. وهنا بالضبط السنغال كتقدم هديه ثمينه للمغرب، وكتزيد السنغال تثقل الفاتوره اللي غتدفعها. وهذه الخطوه اللي باغي يقوم بها الاتحاد السنغالي لكره القدم غير محسوبه. وقبل ما نشوفوا البيان اللي خرج به نادي المحامين بالمغرب، خليونا دابا مع الروينه ديال السنغال. المحامين اللي اعتمدت عليهم السنغال في هذه القضيه قالوا ليها بشكل واضح صعيب انك تربحي هذه القضيه، ولكن المحامي السويسري سيرج فيتورس عنده راي اخر، وهو بالمناسبه محامي الاتحاد السنغالي لكره القدم. كيقول ان قضيه سحب كاس افريقيا من المنتخب السنغالي وتقديمه ومنحه للمنتخب المغربي تقدر تستغرق بين 9 شهور و12 شهر عند محكمه التحكيم الرياضي الدوليه. وقال ان المحكمه ذكرت في واحد البيان ديالها انه كاين امكانيه تسريع الاجراءات. ووضح هذا المحامي في واحد الندوه صحفيه دارها الاتحاد السنغالي نهار الخميس في باريس. وهنا عندي تعليق، علاش هاد التبعيه للمستعمر السابق؟ علاش السنغال ما ديرش ندوه صحفيه ببلادها؟ علاش ما تقومش بهاد الندوه الصحفيه في الارض ديالها؟ واش تردد، واش خوف، واش كذا، واش احتماء بالمحتل السابق؟ علاش ما نخلصوش من هاد التبعيه للمحتل السابق؟ المهم هذا المحامي طلب ان الاجراءات تدوز بالزربه، ولكن باش يتحقق هذا الشيء خاص جميع الاطراف يوافقوا، وهما المغرب والسنغال. وكيكمل ويقول احنا اللي ربحنا على الارض، وان القانون في الصف ديالنا. في ظل هذه الظروف يجب ان تتحرك الامور بسرعه. وهذا المحامي السويسري هو اللي بيعهم العجل وهو اللي غادي يغرقهم. وفاش سولوه على القرار المتوقع في حال حكمت الطاس لصالح المنتخب المغربي، قال ان هناك دائما امكانيه للاستئناف امام هيئه التحكيم السويسريه. والاتحاد السنغالي لكره القدم كيحاول يمتص الغضب الشعبي، الغضب الشعبي اللي جعل وطج وكعى عليهم. شنو واش نقلبوا على المدرب اللي خرجوا من وسط الماتش، واللي نقلبوا على الاتحاد السنغالي اللي غادي يضيع اللقب بتصرفات غير قانونيه وغير محسوبه؟ تردد وتوتر وحيره كتعم السنغال، والاتحاد السنغالي ما بقى قدامه غير يزيد يوتر القضيه. وكيتقال ان المنتخب السنغالي دا الكاس لفرنسا باش يحتفلوا تماك، باش يبانوا قدام العالم انهم هما اصحاب اللقب. وهذه هديه كبيره غادي يقدمها الاتحاد السنغالي لكره القدم للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. والمغرب ما غاديش يدوز هذا الشيء، وفوز القجاع لهم بالمرصاد. والمغرب كيسجل اي خرق واي غلط قامت به السنغال. ونادي المحامين بالمغرب بدا كيوجد راسو لداكشي اللي غادي يوقع. ووصف نادي المحامين بالمغرب هذه الندوه الصحفيه اللي دارها الاتحاد السنغالي في فرنسا بالبلطجه والابتزاز السياسي لكره القدم الافريقيه. وصدر نادي المحامين بالمغرب نهار الخميس 26 مارس بالدار البيضاء بيان شديد اللهجه ردا على هذه الندوه الصحفيه اللي عقدها رئيس الاتحاد السنغالي لكره القدم، معتبرا ان التصريحات التي قدمت خلالها افتقرت الى الدقه القانونيه وغلب عليها الخطاب الانفعالي. وقال نادي المحامين في بيان توضيحي انه تابع الندوه
باستغراب ممزوج بالمرارة، مؤكدا أن القانون كان الغائب الأكبر في مداخلة رئيس الاتحاد السنغالي، مضيفا أن استعمال تعابير من قبيل الحملة الصليبية الأخلاقية والقانونية أو السطو الإداري يعكس حسب البلاغ ارتباكا واضحا لا ينسجم مع طبيعة النقاش القانوني في القضايا الرياضية. واعتبر البيان أن القرار الصادر عن هيئة الاستئناف في النزاع الرياضي الأخير يشكل اجتهادا قضائيا مهما يهدف إلى سد فراغ قانوني يتعلق بحالة الانسحاب من أرضية الملعب، مشيرا إلى أن هذا التوجه ينسجم مع اجتهادات محكمة التحكيم الرياضي الدولية. يعني الطاس ما كتسامحش مع قضية الانسحاب من الملعب، وسبق لها صدرات بحال هذه الأحكام في حق الفروق اللي كتنسحب من الملعب. وفي سياق متصل انتقد نادي المحامين بالمغرب رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم اللي وصف فيها اعتقال 18 مشجع سنغالي. رئيس الاتحاد السنغالي كيقول أن هذا الاعتقال هو بمثابة ابتزاز سياسي، وأكد نادي المحامين بالمغرب أن القضاء المغربي كيتعامل مع الأفعال الجنائية وفق القانون، وأن ما نسب إلى المعنيين هي أعمال تخريب واعتداءات موثقة بأدلة مصورة. والكلام اللي قاله رئيس الاتحاد السنغالي كيحرض به على البلطجة والشغب وصافي. كما اعتبر بيان هيئة المحامين أن لجوء بعض أعضاء الاتحاد السنغالي إلى استحضار قضايا تاريخية مثل العبودية أو جزيرة أو دوري في سياق نزاع رياضي يعد خروجا عن الموضوع، ويعكس وفق تعبيره غياب حجج قانونية وتقنية. وفي ختام البيان أكد نادي المحامين بالمغرب تعامله مع هذا النزاع الرياضي وفق المصادر القانونية المتاحة وبروح من الالتزام والمسؤولية، حتى عندما رفضت مطالبه في المرحلة الأولى كيقصد قرار لجنة الانضباط، مضيفا إلى أن اللجوء إلى الطعن أمام الهيئة المختصة تم في إطار احترام المؤسسة الرياضية القانونية، وعلى النادي احتفاظه بحقه في اتخاذ جميع المساطر القانونية اللازمة لحماية صورة الجسم القضائي والرياضي المغربي من أي اتهامات أو مغالطات، وخصوصا الاتهامات اللي قدمها رئيس الاتحاد السنغالي في هذه الندوة الصحفية اللي دارها بباريس اللي طعن من خلالها في المغرب وفي القضاء المغربي. داكشي علاش خرج نادي المحامين بالمغرب بهذا البيان. هذا البيان شديد اللهجة اللي بينوا فيه أن المغرب كيتعامل بالقانون ووفق المؤسسات وماشي بالفوضى والشغب والتواطؤ، التواطؤ اللي قامت به بزاف ديال الاطراف ضد المغرب وبطبيعه الحال منهم الجزائر. واللي كيأكد هذا الشيء هو الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف ورئيس الكاف باتريس موتسيبي اللي غادي يعقد ندوه صحفيه مباشره من بعد اجتماع المكتب التنفيذي باش يكشف اخر القرارات والتطورات اللي كتهم الكره الافريقيه. موتسيبي غادي يدير اجتماع نهار الاحد، وقبل منه غادير السنغال فضيحه الاحتفال بكاس افريقيا فرنسا نهار السبت. وهذا الشيء الخوت غتكون التبعات ديالو خطيره جدا والقضيه غتكون حامضه، وخصوصا ان الوثائق ديال نتفليكس واجده ورئيس الكاف باغي يسبق الاحداث. يعني الكاف شافت راسها انها غتفضح فقالت اللهم نخرج انا ونفرقع هاد الرمانه قبل ما تفرقع ليا فوق راسي. وموتسيبي بنفسه كان متردد وتالف، وهذا الشيء كان واضح وباين في جميع الندوات الصحفيه اللي قام بها مؤخرا، لانه عمرها كانت في تاريخ الكاف ان لجنه الاستئناف كتطعن وكتغير قرار لجنه الانضباط. داكشي علاش قلت لكم الايام الجايه حبلى بالمفاجآت، فاعدوا واستعدوا. وحتى لهنا الخوت غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجبكم الفيديو عطيونا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيه، وما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم والملاحظات ديالكم في التعليقات. والسلام عليكم، تهلاو في راسكم.